فكان الشغل جدا ضعيف وكذا. مع الوقت سويت واحد أعرفه يعني الله يذكره بالخير، يعني سويته على نحاس وكان شوي أفضل. بعدين شوي قمنا نتطرق إلى أن نتوسع أكثر، فتوسع الموضوع إلى أن وصل إلى النت. بنت من البوسنة تعرفت علي وحاولت تتواصل معي بشكل فني، وقالت شلون تسوي وكذي، فكان اتفاق جدا حلو وسويت له هذا. فلما عرضت صورتها طبعا جدا استانست على الصورة، لما عرضت صورتها صار في جذب من الناس اللي جت من اللي راسلتني من كولومبيا، اللي راسلتني من الأردن، اللي راسلتني من رومانيا. في مذيعة رومانية بعد كانت جدا متحمسة للموضوع هذا وعلى طول راسلتني، وكانت وقتها مقيمة في إيطاليا. وكانت هذه طفرة جديدة غير البنت البوسنية، إن بنت مشهورة أو شخصية مشهورة تطلب مني اللوحات هذه، فكان هذا توسع وايد حلو. فإلى أن سحبها آخر شيء سكرتير أحد الأثرياء الرومانيين، صورته موجودة. سكرتيره قاعد في رومانيا، لكن هو الشخص هذا عايش في لندن. فتواصلت مع سكرتيره إلى أن وصلني في الشخص هذا، وكان اتفاق جدا حلو، بس الانتشار كان أحلى. أقرب لوحة لي هي عبارة عن بوم يشتغلون عليه العمال الكويتيين. طبعا الصورة قديمة جدا، أبيض أسود، حتى الملامح مبينة. فأنا اعتمدت على هالموضوع، أنا ما أحط التفاصيل فيها، وشون أخلي الشغل بسيط وغير متعب وبمدة أقل، وأخليها تطلع كأنها تعجيزية للي مثلا يبي يسوي نفسها. التفاصيل اللي سويتها إن مع أن اللون نحاسي، لكن التفاصيل طلعت كأنها أبيض أسود، اللي يشوفها يعرف أن هذه أبيض أسود، ما فيها تفاصيل ويوه، فيها أبعاد وفيها يعني أمور جدا جميلة، لكن لما يركز فيها ما يلاقي فيها تفاصيل متعبة. فهني شيء ممكن أن الواحد يسوي من الشيء البسيط شيء رائع، لكن يستخدم الأبعاد الفكرية والخيال الواسع. الألوان طبعا ما أسويها أنا بقراري، أنا يكون قرار شخص صاحب الرسمة، أبيها بألوان أسوي لها بألوان. طبعا لازم تكون في نصيحة أن ترى ما راح تطلع كما أنت تبي، لأن معتقة راح تطلع فعلا هذه اللوحة النحاس اللي المفروض تكون، راح تطلع أحلى من ما هي ملونة. في ناس وايد اللي يبي أدخل اللون الأحمر الأزرق وكذا، بس اللون عفوا النحاس ما يحتاج إلا تعتيق مو أكثر. طبعا الدعم بشكل عام موجود، يعني ما ننكر هالشيء، لكن
مو بالشكل المطلوب او مو بالشكل اللي يخلي التطور مستمر. وفي فنانين بالكويت يعني بشكل يصدم ان في فنانين لكن مدفونين ما حد يدري عنهم، في رسامين ونحاتين، في اشخاص يعني الناس راح تستغرب لو هذول يطلعون على الساحه الفنيه، ساحه النحت والرسم والفنون التشكيليه وكل شيء، لكن ينقصهم الدعم. في دعم راح يشوفون امور مذهله، ما دام شافوا ما في دعم ما راح يطلعون الا الضعاف على الساحه الفنيه او ساحه الفن التشكيلي. ككلمه اخيره ان او نقول نصيحه لاخواني الفنانين التشكيليين، ان يكون في اصرار، ان ما يتوقف على ما في دعم انا اتوقف، لا، يكون في اصرار يوصل اللي يبي. كفنان اذا يبي ينتشر كفنان كرسام ايا كان، يكون في اصرار وتكون له رؤيه، يعني لما يكون يبي يرسم تكون رؤيته شلون يعبر عن هالموضوع هذا. زين، في رؤى وايد يعني بالنسبه للرسام او ايا كان، لازم تكون في رؤيه، لازم يكون خيال واسع، لازم يكون حب التميز موجود اكثر.